فيلم سبيك نو ايفل فيلم رعب نفسي من بطولة جيمس ماكافوي وشوية ناس تانية. رحت السينما اتفرجت عليه عجبني، ولكن وانا بعمل ريسيرش عنه كده لقيت انه ريميك لفيلم دنماركي بنفس الاسم نزل سنة 2022، واتفرجت على الفيلم الدنماركي ويا الهي الفيلم ده فوقني. انا كنت عايش في غيبوبة، انا كنت مغيب. هشرح لكم ليه انا حسيت الاحساس ده دلوقتي، ولكن خلونا الاول نتكلم عن القصة. احنا هنا بنحكي قصة زوج وزوجة وبنتهم بيتم دعوتهم لعطلة صيفية في بيت ريفي هادئ ولطيف. اصحاب البيت الريفي ده هم زوج وزوجة وابنهم برضو، وبنشوف العيلتين وهم بيقضوا وقت ممتع مع بعض. في الاول طبعا بيتعرفوا على بعض وبيتفسحوا وبيخرجوا وبيبلبطوا سوا في المية، ولكن مع مرور الوقت بتحصل احداث ومواقف غريبة مريبة. اصحاب البيت بيظهر عليهم بعض السلوكيات الغريبة اللي مش مفهومة. ابطالنا بيتنشنوا كده، ما بيبقوش فاهمين المفروض يعملوا ايه، بيبداوا يشكوا فيهم ويحسوا ان في حاجة غلط، ولا سيما ان ابنهم ده لسانه مقطوع اخرس ما بيتكلمش، ويبدو انه بيحاول يقول لهم حاجة ولكنه طبعا مش عارف يتكلم. وبالفعل الامور في النهاية بتاخد منحنى دموي جدا وسيكبة، وابطالنا بيكون في خطر على حياتهم. فهل ابطالنا هيقدروا يكتشفوا الامور الغريبة دي، وايه مصيرهم لما يعرفوا الحاجة الغلط اللي بتحصل؟ من كام يوم كنت نزلت برضو فيديو هنا على القناة عن فيلم بلينك توايس. تقريبا الفيلمين دول نفس النوعية، مجموعة من الاشخاص بيروحوا مكان بيستمتعوا بوقتهم في الاول، ولكن بيبداوا يلاحظوا ان في حاجه غلط، والناس هناك بتتصرف بغرابه شديده only to find ان في خطر مستنيهم. عجبني الفيلم جدا. داخل بدفع التذكره، بدخل الفيلم، جايب فشار، بتفرج، بتسلى، بستمتع بوقتي، والفيلم طلع حلو والتجربه ككل ممتعه ولذيذه، مفيش اي مشاكل. وهو فعلا فيلم انصح بيه جدا. هو طبعا ريتد ار يعني زي 18، غير صالح للمشاهده العائليه لانه في عنف وفي يعني مفيش حاجات جنسيه قوي، ولكنه عموما فيلم تقيل يعني الاطفال مش هيستحملوه، او ده اللي كنت فاكره، ده اللي كنت اعرفه من زمان. انا متعود على كده، فيلم فيه عنف وكم مشهد جنسي يبقى فيلم زائد 18، لكن فيلم خالي من الحاجتين دول يبقى PG-13 مناسب للمشاهده العائليه. ولكن بعد ما شفت فيلم سبيك نو ايفل النسخه الدنماركيه وشفت النهايه اللي انتهى بيها الفيلم والفرق الرهيب بين نهايه الفيلم ده ونهايه الفيلم ده، اقدر اقول في عالم تاني انا لسه مكتشفه النهارده، في ثقافه مختلفه لسه مكتشفها النهارده، في طريقه تفكير جديده ما كنتش واخد بالي منها، او كنت واخد بالي منها اكيد، بس انا طول الوقت بتفرج على افلام هوليوود، افلام امريكيه. نادر قوي لما اتفرج على فيلم اوروبي سواء دنماركي او اسباني او ايطالي او فرنسي. يعني يمكن كنت شفت فيلم Vanished into the Night، فيلم اسباني، ولكن ده عشان كان معروض على نتفليكس. بجد بعد ما شفت نهايه الفيلم الدنماركي اقدر اقول يا جماعه ان هوليوود ما عندهاش ادنى فكره يعني ايه فيلم زائد 18 او فيلم ريتد ار. هوليوود رومانسيه جدا، حساسه جدا، تموت في النهايات السعيده، لا وعودتنا احنا كمان على كده. وبالتالي لما نيجي نشوف نهايه من اكتر النهايات الصادمه والديستربنج في التاريخ زي نهايه الفيلم الدنماركي ده كده، بنتصدم جدا وبنبقى مش عارفين ايه اللي بيحصل. حقيقي خدت قرار النهارده اني لازم على الاقل اتابع فيلم واحد في الاسبوع، حتى اوروبي او اي جنسيه تانية. عموما لازم احاول ابعد شويه عن هوليوود الملائكيه جدا دي اللي كلها شوكولاته وفراشات دي، واشوف فعلا حاجات حقيقيه. افتكر وانا بتفرج على مسلسل ايميلي ان باريس كان في مشهد حواري بين ايميلي وزمايلها في الشغل لوك وجوليان، هم فرنسيين وهي امريكيه، وكانوا بيتكلموا عن الافلام. لوك وجوليان بيتريقوا على ايميلي وبينتقدوا هوليوود، فبتقول لهم ليه؟ فبيقولوا لها عشان مشهوره بالنهايات السعيده. احنا عايزين نشوف البطل وهو بيتعذب، احنا عايزين نهايات صادمه، عايزين مشاهد مربكه وموتره وديستربنج جدا. وهي طبعا بتبص لهم باستغراب ومش فاهمه ليه العنف والساديه دي. فيعني كنت واخد بالي من زمان ان اوروبا فعلا فيها نهايات يعني مختلفه شويه عن النهايات السعيده بتاعت هوليوود، ولكن النهارده بس فهمت هم يقصدوا ايه. النهارده فعلا بقيت متفق معاهم في رايي، هم عندهم حق فيه. ده فعلا عيب هوليوود يا جماعه، بتحب النهايات السعيده لدرجه انها خدت فيلم زي سبيك نو ايفل الدنماركي ده وحولته لفيلم امريكي، ولكن غيرت النهايه تماما، بدلوا النهايه الصادمه الكئيبه دي بنهايه سعيده مرضيه جميله فيها شوكولاته وفراشات. نهايه الفيلم الدنماركي يا جماعه واو، بجد واو، جالي كآبه كده وجالي كرشه نفس.
حسيت ان كله رايح، حسيت ان الدنيا فانيه، النهايه صادمه ومؤثره ما اقدرش انساها ومش قادر اطلعها من دماغي، مش قادر اطلع المشهد كله على بعضه من دماغي. مشهد جريء قوي، الفيلم كله جريء فعلا. حسيت قوي ان كنت اهبل جدا، كان فين دماغي وانا بتفرج على افلام هوليوود وعمال اقول ده فيلم للكبار فقط، ده فيلم مناسب للمشاهده العائليه. كل افلام هوليوود صالحه للمشاهده العائليه يا باشا. احنا بنتكلم في ايه؟ هوليوود فعليا ما عندهاش افلام ريتد ار من سنين ولحد دلوقتي. لو ما كنتش شفت الفيلم الدنماركي كنت ممكن اقول فيلم سبيك نو ايفل تقييمي ليه 8 من 10، لانه حقيقي عجبني فعلا، معمول حلو واستمتعت بوقتي. لكن لما الفيلم الدنماركي فوقني، قال لي فوق، انت بتتفرج على شغل عيال، انت ما تعرفش المعنى الحقيقي للافلام فعليا. فيلم سبيك نو ايفل الامريكاني 4 من 10، ما انصحش بمشاهدته اطلاقا. والفيلم الدنماركي 10 من 10. روح شوفه دلوقتي حالا. ده مش موفي ولا فيلم حتى، ده بيكتشر، موشن بيكتشر. ده كل اللي عندي عن الفيلم. مش ناوي خالص اتكلم في الحاجات اللي زي الشخصيات والحبكه والاحداث والهري ده. وبس كده، قول لي رايك في الموضوع ده في الكومنتات، ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وندخل على اللي بعده.